يا مساء الخير والسعادة والجمال عليكم. ليفربول وأرسنال ومباراة خطف الصدارة، واعتقد ان هو تعادل عادل ومرضي جدا للفرقتين، لان أرسنال تفوق فنيا على ليفربول في الشوط الاولاني وليفربول تفوق فنيا على أرسنال في الشوط الثاني. فاعتقد ان الفرقتين خارجين راضيين ومقتنعين جدا بالتعادل، ويبقى الوضع كما هو عليه. أرسنال في الصدارة ب 40 نقطة، وليفربول واستون فيلا في المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد 39 نقطة. لما نتكلم ازاي ارسنال بقى تفوق فنيا على ليفربول في الشوط الاولاني سواء بقى دفاعيا ولا هجوميا، ارسنال دفاعيا النهارده كان واقف كويس جدا في نص ملعبه بال4-3-3، كانوا قافلين المساحات وما كانش فيه اي ثغرات ممكن يستغلها لعيبه ليفربول في نص ملعب ارسنال. كانوا بيضغطوا على لعيبه ليفربول بشكل كويس جدا وحارمينهم ان هم ينقلوا الكوره او يدوروا الكوره براحتهم في نص ملعب ارسنال. كان فيه التزام دفاعي كبير جدا من مارتينيلي ساكا، كان في تحولات دفاعيه مميزه جدا وسريعه جدا للاعيبه ارسنال لما كانوا بيفقدوا الكوره، عشان طبعا يحرموا ليفربول من عمل اي كونتر اتاك ممكن يخدع بيهم لعيبه ارسنال ويخطفهم في الشوط الاولاني. فطبعا المنظومه الدفاعيه لارسنال في الشوط الاولاني كانت مميزه جدا، ولكن طبعا كان عندهم نقطه ضعف كبيره جدا وهي زينتشينكو قصاد محمد صلاح، وهنتكلم عليها بالتفصيل لما نتكلم بقى على المنظومه الهجوميه لليفربول ونتكلم على محمد صلاح وازاي تفوق فنيا ونفسيا على زينتشينكو النهارده في المباراه زي ما شفنا في الهدف الاول بتاع محمد صلاح. لكن لما نتكلم بقى على المنظومه الهجوميه بتاعه ارسنال اللي تفوقت النهارده على المنظومه الدفاعيه بتاعه ليفربول في الشوط الاولاني، هتلاقيهم طبعا التحولات الهجوميه السريعه جدا في الكونتر اتاك عن طريق مارتينيلي وعن طريق ساكا، كانوا بيمسكوا الكوره ويحافظوا على الكوره بشكل كويس جدا لما الكوره بتتنقل في نص ملعب ليفربول الدفاعي سواء عن طريق اوديجارد ولا عن طريق جيسوس. ما كانوش بيفقدوا الكره بسهوله، وبالتالي سيطروا واستحوذوا على اغلب فترات الشوط الاولاني. كانوا بيضغطوا ضغط عالي وقوي جدا وشرس على لعيبه ليفربول في الثلث الدفاعي بتاعهم. وطبعا زي ما شفنا في اول 5 دقائق ازاي ارسنال بدا المباراه بضغط عالي وشرس على لعيبه ليفربول وعلى خط دفاع ليفربول، وازاي اجبرهم في اول 5 دقائق ان هم يرتكبوا اخطاء، وازاي طبعا قدروا بالضغط العالي والشرس ان هم يحصلوا على كرة ثابته يحرزوا منها الهدف الاولاني عن طريق جابرييل. فطبعا النهارده ارسنال تفوق فنيا بشكل كبير جدا على ليفربول في الشوط الاولاني سواء دفاعيا ولا هجوميا. لما نتكلم بقى على ليفربول وال4-3-3، كان ليفربول عنده مشاكل كبيره جدا في الشوط الاولاني سواء دفاعيا ولا هجوميا. لما تتكلم على دفاعيا طبعا بطاء جدا في نص الملعب، والارتداد الدفاعي سيء جدا وبطيء جدا من لاعيبه ليفربول. انا اعتقد النهارده ان سوبوسلاي وجونز في الشوط الاولاني ما كانش ليهم اي لازمه سواء دفاعيا ولا هجوميا، بطاء جدا في الارتداد الدفاعي، ما لهمش اي لازمه في الادوار الهجوميه، كانوا عاملين مشكله كبيره جدا لليفربول في نص الملعب. النهارده اندو مش ظاهر مش باين، ملوش ادوار هجوميا، ضعيف جدا دفاعيا برضك من ضمن مشاكل ليفربول. اعتقد ان افضل اثنين النهارده في المنظومه الدفاعيه لليفربول سواء في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني هو ابراهيم كانوتيه وارنولد اللي عمل مباراه كبيره جدا، وكان النهارده صانع العاب لليفربول، عمل اكتر من تمريره مميزه جدا لليفربول سواء في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني، وشفناه طبعا في التمريره الرائعه والمميزه في هدف صلاح اللي جابه في الدقيقه 30. كمان لويس دياز النهارده كان مقدم ادوار دفاعيه وكان ملتزم دفاعيا بشكل كويس جدا النهارده، والمسانده بقى لسيميكاس قبل الاصابه والجيمس بعد الاصابه قدام ساكا عشان يقفل مع ساكا، وده طبعا تعليمات من يورجن كلوب ان لازم لويس دياز يرجع ويساند سيميكاس قدام ساكا عشان يقفلوا على ساكا بشكل كبير جدا، لان هو طبعا واحد من اهم مفاتيح اللعب لارتيتا وارسنال النهارده قدام ليفربول. فالثلاثه دول تقريبا افضل 3 في المنظومه الدفاعيه لليفربول. لكن طبعا ليفربول كان عنده مشاكل كبيره جدا سواء في الثغرات والمساحات في نص ملعبهم الدفاعي وفي الثلث الاول من ملعبهم، وطبعا كانوش
كانوش بيضغطوا بشكل كويس على لعيبه ارسنال. ارسنال كان بينقل الكره براحته وكان بيستلم ويسلم براحته في الثلث الاخير وفي نص ملعب ليفربول. فليفربول كان عنده مشاكل كبيره جدا في الشوط الاولاني. لما نتكلم بقى على المنظومه الهجوميه لليفربول، اعتقد ان افضل واحد النهارده في المنظومه الهجوميه كمان هو صلاح، لان طبعا جابكو النهارده مش موجود. طبعا لويس دياز هجوميا ما كانش موجود، صحيح كان ملتزم دفاعيا وقدم ادوار دفاعيه بشكل كويس، لكن هجوميا ما كانش موجود. ما كانش فيه طبعا اي اضافه هجوميه ولا مسانده هجوميه سواء لسوبوسلاي ولا جونس. زي ما قلت لكم سوبوسلاي وجونس النهارده مش موجودين تقريبا في الملعب، لا دفاعيا ولا هجوميا. الافضل فيهم كان محمد صلاح، كان فايق، كان مركز من اول دقيقه، باين جدا ان هو داخل في اجواء المباراه بسرعه، كان متفوق فنيا بشكل كبير جدا النهارده على زينتشينكو. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان هو نقطه ضعف كبيره جدا في المنظومه الدفاعيه بتاعه ارسنال. وقبل كده طبعا زينتشينكو عمل مقابله وقال لك ان افضل واصعب جناح قابلته في الدوري الانجليزي هو محمد صلاح. فالنهارده محمد صلاح باين جدا ان هو مقلق زينتشينكو، وزينتشينكو قلقان وخايف من كل كوره يستلمها محمد صلاح. ومحمد صلاح تفوق عليه نفسيا وفنيا بشكل كبير النهارده. وزي ما شفنا ازاي محمد صلاح في الهدف اللي جابه في الدقيقه 30 بعد التمريره الرائعه من ارنولد، ازاي عدى من زينتشينكو كانه زينتشينكو اساسا مش موجود قدامه. فالنهارده تفوق محمد صلاح نفسيا وفنيا على زينتشينكو كانت نقطه قوه كبيره جدا لليفربول النهارده. وطبعا زينتشينكو كان نقطه ضعف كبيره جدا لارسنال النهارده، وواحد من اسباب تعادل ارسنال النهارده مع ليفربول هو طبعا ضعف الكبير جدا لزينتشينكو قصاد محمد صلاح ناحيه الشمال. ولكن خلص الشوط الاولاني بالتعادل 1-1 على الرغم من تفوق ارسنال على ليفربول في الشوط الاولاني. لما نتكلم بقى على الشوط الثاني الكفه طبعا مالت بشكل كبير جدا على ليفربول. ليفربول تفوق فنيا على ارسنال في الشوط الثاني بفضل طبعا الضغط العالي والشرس والقوي جدا من نص ملعب ليفربول على لعيبه ارسنال، وخصوصا اول ربع ساعه، لانه تفوقوا بشكل كبير جدا على لعيبه ارسنال سواء نص الملعب بتاعهم ولا الخط الهجومي في الضغط العالي والشرس، وان هم خلوهم يفقدوا الكره بسرعه وما يقدروش ان هم يعملوا تحولات هجوميه او كونتر اتاك على ليفربول. فطبعا كان لعيبه ارسنال بتفقد الكره بسرعه في نص ملعبها، وده طبعا ادى سيطره واستحواذ كبير جدا للاعيبه ليفربول في الشوط الثاني، وخلاهم يسيطروا على المباراه وخلاهم بقى يضغطوا لارسنال في اول ربع ساعه وشكلوا خطوره كبيره جدا على ارسنال اول ربع ساعه لغايه بقى ما جت الدقيقه 67 والتغييرات بتاعه يورجن كلوب. والتغييرات بتاعه يورجن كلوب دي بقى لازم نقف عندها، لان تبين لك ان هو مدرب واقف على الخط مركز، شايف عارف فين عيوب فرقته، عارف مين اللي فايق ومين اللي مركز ومين النهارده مش في حالته الفنيه. لما ينزل اليوت ولما ينزل نونيز ولما ينزل جرافنبرغ مكان لويس دياز ومكان جابكو اللي النهارده تقريبا مش موجودين في المباراه هجوميا وما لهمش اي اضافه هجوميا لليفربول، ويطلع كمان جونس زي ما قلت لكم واحد من اكتر نقط الضعف لليفربول النهارده قدام ارسنال، فتعرف على طول ان دوت مدرب فايق، مدرب مركز، مدرب شايف فين عيوب ومشاكل فرقته وازاي يطور الاداء بتاع فرقته في الشوط الثاني. وطبعا لما نزل اليوت ولما نزل نونيز طبعا تغير مركز صلاح من الناحيه اليمين كجناح يمين، دخل طبعا كمهاجم وهمي، وطبعا اليوت لعب مكانه ناحيه اليمين ونونيز لعب مكان لويس دياز ناحيه الشمال، وتغير بقى الشكل الهجومي والمنظومه الهجوميه بتاعه ليفربول في الشوط الثاني. وطبعا ليفربول استمر بقى بالضغط الكبير جدا على ارسنال في الشوط الثاني مع محاولات بسيطه جدا من ارسنال في الشوط الثاني على ليفربول، لان طبعا التغييرات اللي عملها ارتيتا في الشوط الثاني اثرت بالسلب بشكل كبير جدا على المنظومه الهجوميه بتاعه ارسنال بعد خروج طبعا مارتينيلي اللي كان كويس جدا في الشوط الاولاني ونزول توريسارد، وطبعا خروج جيسوس اللي كان بردك كويس جدا في الشوط الاولاني على الاقل في السيطره والاستحواذ على الكوره وعدم فقدان الكوره بسرعه، ونزول انكيتيا في الشوط الثاني. اعتقد التغييرات اثرت بالسلب بشكل كبير جدا على ارسنال، وليفربول النهارده كان ممكن يتفوق على ارسنال في الشوط الثاني ويغلب الطاوله على ارسنال في الشوط الثاني، يخرج بثلاث نقاط غاليه جدا ويتصدر الدوري الانجليزي بالفرصه الاخطر طبعا بتاعه محمد صلاح وارنولد والكونتر
الكونتر اتاك اللي عمله محمد صلاح، وطبعا تقريبا للخط الهجومي والخط نص الملعب بتاع ليفربول كله عمل كونتر اتاك سريع جدا على ارسنال في الدقيقه 71. ومحمد صلاح طبعا عمل الكوره لناحيه اليمين لاي حد بقى جاي ناحيه اليمين، ولكن طبعا الكوره جت لارنولد حط فيها بطن رجله، كانت طبعا في العارضه بالشكل اللي احنا شفناه. وطبعا ارنولد النهارده بيضيع هدف مؤكد النهارده لليفربول في الشوط الثاني، كان طبعا ممكن يخلي ليفربول النهارده يفوز بالثلاث نقاط ويفوز بصداره الدوري الانجليزي، ولكن طبعا في النهايه الفرقتين خرجوا بالتعادل زي ما قلت لكم، تعادل عادل جدا للفرقتين. واعتقد ان ارتيتا ويورجن كلوب النهارده راضيين جدا على التعادل، ومفيش حد من الفرقتين النهارده من وجهه نظري خسر النقاط، لان الاثنين طبعا قدموا مباراه كبيره جدا وكانوا على الاقل كل واحد يستحق النقطه اللي خدها من الثاني، لكن مفيش حد النهارده خسر نقاط قدام الثاني. واللي كسب الوحيد هو استون فيلا ومانشستر سيتي اللي في المركز الثالث وفي المركز الرابع. وفي النهايه اتمنى يا رب يكون كلامي في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب لو كلامي في الكوره عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.